بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنعمل مع بعض النهاردة البقسماط او القراميش زي ما بنقول عليها عندنا هنا في دمياط. المكونات بتاعتها بسيطة جدا وبتشتريها بفلوس كتير كتير قوي، مش عارفة ليه، مع ان هي ما كلفتش اي حاجة خالص من بره، كلها حاجات من البيت. عندنا هنا المكونات هتبقى خميرة. بصي، على النص كيلو دقيق حوالي ربع معلقة خميرة، ما تزوديش خميرة لان احنا مش عايزينها تخمر، ورشة ملح ومعلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة نشا. وعندنا هنا نص كوباية زيت ومية دافية للعجن. بقى المكونات بتاعتنا هنا هتبقى 3 كوبايات دقيق او نص كيلو، وربع معلقة خميرة، وشوية ملح، كوباية معلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة نشا. اهم حاجة النشا طبعا عشان تمسك معانا تبقى ناشفة وبتشد، ونص كوباية زيت ومية للعجن. هنعجنها بقى ونرجع تاني لحضراتكم. عجناها، اخدت مننا شوية كده في العجن، وهنسيبها في اي مكان في المطبخ عشان تخمر. طبعا الجو حر جدا، ما خدتش نص ساعة. وعندنا هنا اللي في الطبق ده سمسم وحبة البركة على بعض. سمسم وحبة البركة هنفرد بهم العجينة وهنشوفها ازاي. تمام، خلاص هي اختمرت كده وبقت حلوة جدا. شوية زيت بس صغيرين كده على الرخامة عشان بس ما نحتاجش نحط دقيق، لان احنا مش عايزين نحط دقيق. وليها بقى شوية تكات كده نعملهم علشان تطلع معانا كويسة. اول حاجة مش هنزود الخميرة، يعني نص كيلو دقيق عليه ربع معلقة خميرة كبيرة. تاني حاجة ما تسيبهاش تخمر بعد ما تشكليها، يعني هي هتتشكل دلوقتي، تشكلي تدخلي الفرن على طول عشان ما تسيبهاش تخمر. هي بتخمر مرة واحدة بس، ما نسيبهاش تخمر. واول ما تطلع من الفرن طبعا تسيبيها متهويه، ما تغطيهاش زي ما احنا بنعمل ونرش عليها ميه ونغطيها، لا، انت هتسيبيها متهويه وما تخمريهاش. يعني انت اول ما تشكليها الصينيه تخلص منك تدخل على الفرن على طول. ما تعمليش غيرها، غير لما تطلعيها من الفرن تعملي غيرها تدخلي الفرن على طول، عشان احنا مش عايزينها تخمر، احنا عايزينها تفضل محتفظه بشكلها وتبقى ناشفه. زي ما انت شايفه كده احنا بنحط سمسم وحبه البركه ونفرد عليهم، نرول عليهم كده العجينه عشان تدخل جواها زي ما احنا بنشتريها بالظبط. اهم حاجه التكات دي، انا سبت واحده كده عقبال ما خلصت الكميه كانت خمرت، طلعت كده مقلبظه. وعندنا هنا دي اهم حاجه بقى، كوبايه ميه مدوبين فيها معلقه ملح، معلقه كبيره ملح، علشان ندهن بيها الوش، تدينا بقى الطعم الحلو كده للبقسماط. هندهن بيها الوش كلها، وزي ما قلت لك اللي تخلص تدخليها الفرن على طول، تدهني وشها بميه ومدوب فيها ملح. ما تحطيش بقى لا بيض ولا ولبن والحاجات دي كلها، لا، هي عشان تبقى تاخد طعم البقسماط هما بيحطوا عليها ميه بملح. شايفه دي اللي انا دخلتها في الاول، ما شاء الله ناشفه وحلوه جدا. تلات كوبايات عملنا كميه حلوه. انا بجد ما اعرفش، انا بسأل الراجل على ثمنها بيقول لي تقريبا الكيلو ب90 جنيه، مش عارفه ليه، مع ان هم يعني كلها كده في البيت والله ما اتكلفت يعني معايا. يعني هقول مثلا اتكلفت 15 جنيه، وعاملاها في البيت ونضيفه وما خدتش معايا وقت. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك. سلام.